ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام. سني ام شيعي؟ شيعي. سني ام شيعي؟ شيعي شيعي. ليه شيعي؟ ليه؟ ليه بتعمل في نفسك ف- كده؟ فقط ليه بتعمل في ف- نفسك كده؟ ف- فقط عندي سؤال في الصلاة. اتفضل. آه، جمع الصلاة يجوز؟ نعم يجوز. والصلاة يعني ما أكدت في يدي. حياك الله. انت بص يا حبيبي، صوتك بس منخفض شويه. جمع الصلاه دائما هذا لا يجوز. اللي بيفعله الشيعه دائما جمع الظهرين والعشاءين، هذا لا يجوز، وهذا لعب عيال. هذا ليس من الإسلام في شيء. لكن ممكن الإنسان يجمع في السفر، وممكن يجمع بدون سبب، لكن دائما 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 هذا باطل، وهذا قد يبطل الصلاة. دائما 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 أجمع الصلاة، فلا يصلح. الله يشرح صدرك يا آه، حبيبي. إيه، عن ما أنا عارف إن النبي جمع، بدأ هتجيب لي رواية صح؟ لا لا لا. اتفضل. آه، عن التكتف يعني بالصلاة. التكتف بالصلاة أيضا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا لم واجب لا، هو ليس واجب. بواجب، ليس بواجب، سنة. أنا شيعي، وضوء مثل السنة، وما مش أصلي على توبة، ما شاء ولا الله أذكر عليك. الشهادة الثالثة. ولا تتكتف وتغسل قدمك في الوضوء صح؟ نعم، هو وضوئي من أثمان الخميس. ما شاء الله، قبلة على رأسك يا الحبيب، هنيئا لك والله. هنيئا لك، الله يوفقك ويبارك فيك يا بس رب. لكن شيعي. نعم. لكن شيعي. ممتاز. ايه يعني انت بتقول بتحريف القرآن؟ لا، مستحيل. بتسب الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أبدا. لا صحابة ولا ما زوجات شاء النبي، الله. رضي الله عنهم. بتطلب الرزق من الحسين، وبتطلب الشفاء من علي أو من الآئمة عليهم السلام؟ لا لا. الله رازق والشافي. ما شاء الله، يا ريت الشيعة كلهم زيك يا حبيبي والله. لو انت كده انا شيعي مثلك انا كمان. اتوضا الوضوء الصحيح أنا واصلي الصلاة أنا الصحيحة، ولا صلت اجمع في ولا اطلب من غير الله. أنا فقط أجمع الصلاة. لا، جمع الصلاة لا يصلح يا حبيبي. انت عارف ليه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقته. مو سمعت حديث، يعني في بث شيعي سمعت يقولون إنه جمع الصلاة يعني شخص يصلي مثلا الظهر، إذا يعني ما صلى العصر خاف يتكاسل عنها هيك شيء. شفت مداخل الشيطان؟ يعني اخاف اتكاسل عن صلاة خلاص، وهتكاسل عن صلاة الجمعة اصليها يوم الخميس لان انا بنام يوم الخميس متأخر. لا يصلح يا حبيبي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في وقته كان يؤذن كم اذان. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندنا كم اذان في اليوم؟ خمس. احسنت. يبقى ايه بقى؟ كانوا بيأذنوا الظهر ويقولوا وما حدش يجي يصلي، استنوا لحد العصر عشان لا تجمعوا. سمعت يعني تكاسل، يعني يصير تكاسل حديثا ما ذكر صراحة، لا يا بس حبيبي، التكاسل. ليس صحيح، كل الكلام ليس صحيح. يعني انت قلت لي هو بيؤذنوا 5 اذانات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في المسجد النبوي او في المسجد الحرام او في مسجد قباء. كان دول في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم 3 مساجد، فكانوا ال3 مساجد دول كان بيؤذن 5 اذانات، فكان بيأذن وما يصلوش. الاذان هذا نداء للصلاه، نداء لدخول وقت الصلاه، فكان بيؤذن بقى يقول لهم صلوا في خلاص ما حدش يصلي، احنا بنأذن بس بنسلم عليكم. بالله عليك يعقل؟ وانت ما شاء الله باين عليك شخص عاقل. تاني حاجه، تاني شيء، آه، اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر. الى غسق الليل، الى دي توفيد ان في صلوات هنا. ولا عقيدة الشيعة مذكورة. لن تجد دليل عند الشيعة محكم واضح على الجمع في الصلوات. فبما أنك خالفتهم في الوضوء فخالفهم ولا تجمع الصلاة يا حبيبي، وصلي كل وقت في وقته، والصلاة ليس على كيف الإنسان. أنا لا، فقط يعني سألت عن جمع الصلاة يجوز. لا، لا يجوز يا حبيبي، بهذه الطريقة لا يجوز. الله يسعدك، وفقك الله. تمام. والصلوات الماضية ليس عليك إثم فيها ولا تعيدها. الصلوات اللي أنت جمعتها ليس عليك إثم ولا تعيدها. آه. جزاك الله خير يا حبيبي. في أمان الله. أتمنى تتواصل معي إن شاء الله حتى أعلمك القرآن الكريم. ماشي، تواصل معي بعد البث. إيه. كيف يعني شلون؟ اتواصل معي بعد بهذا حساب؟
على هذا الرقم قول لي انا فلان اللي اتصلت، انا شايف اسمك اهو، انا صاد. أنا اسم علي، أنا اسم علي، اتصلت عليك في بث سابق، سألتك عن من اللي حفظ السنة بعد النبي، صلى الله عليه واله في وسلم. بث أتوقع صلى الله عليه وسلم. طيب يا حبيبي، انت الان تواصل معي وانا ساعلمك، بس ما شاء الله يا اخونا علي. طب لماذا لا تتسنن كده يا اخونا علي؟ وانت صراحه عقيدتك جميله والله وسليمه. المنطقة يعني تعرف الشيعة انت بس لا تجمع الصلوات، وصلي في بيتك ولا تصلي في مسجد اهل السنه والجماعه القريب منك، لانك لو صليت في مسجد اهل السنه والجماعه القريب منك انت ما تعلم. مسجد نعم. فقط مسجد شيعي يعني، فقط قريب مني مسجد شيعي لا فقط، لا لا لا، يوجد مسجد صلي في ثاني. بيتك، لا تصلي خلف معمم. المعممين لا يعرفوا قرآن ولا شيء، تلاقيه طلع من ما المتعة يصلي. لا ما يس... لا يصلون جماعة، ما أبد ما شفتهم يصلون جماعة، أعوذ كنت بالله، أدخل في المسجد. أعوذ بالله. شفت؟ نعم، ويقول ابن مسعود: وما رأينا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. اللي بيتخلف عن صلاة الجماعة دي بدون عذر، أعوذ بالله. جزاك الله خير يا علي، وإن شاء الله هستنى منك اتصال. ما شاء الله. على فكرة يا علي، أنا سأعدك الآن في تعداد المهتدين بإذن الله تبارك وتعالى، وأنت المهتدي الأول معنا. أه يعني أذكر لك على رسالة، أذكر لك أنا أيوه علي أيوه، كلنا علي، وإن شاء الله نتواصل معك إن شاء الله لتعليمك القرآن الكريم بإذن الله يا علي. بإذن شكرا الله. لك يا علي، مع السلامة، الله في أكبر. أمان الله. مع السلامة. وعلي يعتبر أول مهتدي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يثبتك ويوفقك ويسعدك يا علي، أول اتصال معنا في هذا البث.